اهلا بكم من مطبخي مطبخ الواحد ام احمد. ازيكم حبايب قلبي كلهم متابعيني عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على عيونكم. عايزه اقول لكم الجو برد ومغيم كده، وفي تحسوا ان الدنيا هتمطر كده، الجو كده تحسوا ان الشتاء هل علينا. طب ما هو الشتاء جاي من زمان يا ام احمد، بس عايزه اقول لكم ان الشهر اللي فات كان الجو حلو والشمس طالعه ولا اكننا في الشتاء. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وخير ما بعده. طبعا عندنا شويه كراكيب كده من ساعه بالليل. انا كنت مشطبه المطبخ، بس من بعد الشغل شطبت المطبخ، ما سبتش اي مواعين. ولادي طبعا عملوا لنا بيتزا كيكه، فكانت تخينه كده ومبقلظه، بس الحمد لله اكلناها وتمت بنجاح. واللي فض كام قطعه كده فضيتهم في طبق في التلاجة. وده بقى ايه بواقي السهره، لازم كده كل يوم يجيبوا لهم ب 10 جنيه لب ويجيبوا شيبسي ويعملوا عصير، يا اما يعملوا حاجه سخنه ويقعدوا بقى يسهروا شويه. بقول لهم خلاص المدارس راجعه وما عادش سهر، هترجعوا تناموا من الساعه 9. عايزه اقول لكم ان ولادي لما بيصحوا بدري حرفيا من الساعه 8 بيكونوا خلاص بيموتوا مش قادرين. هنا بقى سلفتي بقى تاخد تشحت شويه سبونج. احنا قاعدين احنا شغالين احنا الاتنين نفس الشغلانه في نفس البيت. انا بشحت منها حاجه وهي بتشحت مني حاجه، شغالين طول النهار كده. هاتي يد الصاج منها، هاتي يا بت الصينيه، خدي شويه سبونج، هاتي شويه كريمه، طب هاتي شويه شوكولاته، طب هاتي مش عارفه ايه. شغالين كده ايه طول النهار عمالين نشحت بعض. فدي ميزه لما يكونوا اتنين شغالين مع بعض، ان انت الحاجه اللي مش عندك هي تعطيها لك، والحاجه اللي مش عندها انت تعطيها لها، فتحس ان انت ما بتتزنقيش كده. يعني لو هي مش موجوده وانا احتجت حاجه ما بلاقاش خالص، لو انا مش موجوده وهي احتاجت سبونج مش هتشتغل، هتضطر تستنى لما تسافر وتروح تجيب. فاحنا كده تحسوا ان احنا ايه مكملين بعض. طبعا انا قمت من النوم كده قعدت ادور على اي حاجه للفطار، لقيت عندي كيس فول في الفريزر بقاله بتاع 16 سنه كده ولا حاجه، من زمان قوي. كنت جايباه من زمان وناسياه، وافتكرته كده وانا بقلب في الفريزر، طلعته دخلته الميكرويف لاني ما كنتش مخططه ان انا اعمله يعني. حطيت بصلايه بقى وقرن فلفل كده وحبيت طماطم علشان خاطر اعمل بهم الفول. وهننزل بقى بشويه بابريكا وشويه بهارات على ما الفول بتاعنا ياخد الدقيقتين بتاعتهم. انا حطيته الاول دقيقتين لقيته لسه ما فكش، وبعد كده رجعت زودت كمان دقيقه لقيته خلاص فك وبقى جاهز وزي الفل. وكنت طبعا غليت اللبن وكمان عملت الميه في الكتل عشان خاطر نعمل الشاي بلبن. هديله تقليبه بقى. وهنا بقى جالي ايه، جالي هديه. انا جالي هديه النهارده يا جماعه، لسه كنت بقول في الفيديو بتاع امبارح انا عايزه هديه. جالي النهارده هديه يا دوب وانا لسه بعمل في الفول. لقيت لك بقى ايه بيتصلوا بيا ام احمد. انت ام احمد؟ ايوه. طب احنا جايين لك، خلي حد يقابلنا عشان خاطر احنا ايه جايبين لك حاجه. فهنا بقى ايه بعت احمد راح يجيب الحاجه. راح طبعا بالعجله على ما انا اجهز الفطار كده. قلت له ايه روح في السريع كده يا احمد هات لنا الحاجه وتعالى. وطبعا بما اني في قريه فاغلبيه الشحن ما برضاش يخش البلد، يعني ايه من على اول البلد كده ويقول لك خلي حد يقابلنا. يعني ما برضوش يخش البلد عشان بيبقى ايه حواري وزقق وكده، فما بيرضوش ينزلوا البلد يعني. الا اذا انا صممت بقى انا وقتها بقفل دماغي بصراحه واقول لهم لا لازم تيجوا يا تيجوا يا ترجعوا. واوقات بمشي الدنيا، فخلاص قلت يلا مفيش مشكله. اما بيكون الشحن تابع يعني وعارفيني بمشي الدنيا. فاحمد راح جاب الحاجه بقى. شايفين العيش جاي النهارده طازه، جايبينه الفجريه كده ايه صحيت احمد راح جابه. اللهم صل على النبي، لما بيكون العيش طازه بيبقى يا سلام عسل. خلصنا بقى الفطار وهدي الشقه كده ترويقه سريعه، لان النهارده في محل في شربين عامل عرض على البناطيل الجينز يعني الشبابي ب 150 جنيه. تمام، احنا شفنا الفيديو. فاحمد شاف الفيديو قال لي ماما تعالي اما نروح نجيب. هو طبعا ما جبتلوش بناطيل الجينز بتاع العيد، وهنا كانت لسه المفاجاه، ده احنا لسه هنتفاجئ كمان في مفاجات جايه. يا ماما انا ما جبتليش. طب تعالي اما نروح نجيب، ده ب 150 كويس وسعره حلو، تعالي ايه اما نروح وهاتي لي اتنين. المهم ان انا ايه قلت له خلاص هنخلص اللي ورانا وتعالى معايا نروح. فلميت الدنيا كده ايه اديت ترويقه. الفراشات دي كنت شاريها لولو جديده، عايزه اقول لكم تحفه في اللبس. لو انتوا لقيتوها في اي مكان هاتوها. في منها كلها حديد بس بتشبك في الشعر، يعني بلاش تجيبوها اللي كلها حديد دي. فطبعا دخلت الاوضه بتاعتي روقتها كده. وكانت الفلوس بتاع الشغل بتاعي امبارح محطوطه في العلبه، لان ببقى مثلا اول ما ببدا اسلم كده بحط علبه. وولادي طبعا هما اللي بينزلوا يسلموا، انا ما بنزلش. ولا الزبائن بتطلع ولا انا بنزل. ولادي بينزلوا يسلموا الحاجه تحت وبيجيبوا الفلوس يحطوها في العلبه. مره احمد مره محمود، مره محمود مره احمد، كده بيبدلوا مع بعض. لما بيكون عامله عروض وشغل كتير فهم ايه بيحطوا فلوسي في العلبه كده. وباجي على اخر اليوم بقى بجمع بقى واشوف انا بعت ايه والدنيا فيها ايه، فحطيتهم بقى في البوك بتاعي عشان خاطر نروح ايه نروح شربين نصرف. فهنا بقى ايه جيت احط التوك بتاعت لولو اللي كانت في شعرها. انا كنت طبعا سرحت لها وخلصت لها، وكان هي وراها درس. فراحت قالت انا هروح عند تيتا اللي هي امي اقعد معاها شويه لان الدرس جنبها. هقعد معايا ماما شويه وبعد كده اروح الدرس.
فقلت لها ماشي. فهي ايه سرحت وخلصت كده وراحت الدرس بتاعها. فبدات ان انا ارتب لها الطوق بتاعتها اللي احنا ما بنبطلش ترتيب فيها. يعني انا كليت والله بقول لها لينا التربو ده نعمله للبنس وللاساتك الصغيره وللاساتك بتاع ربطات الشعر اللي هي بتضيع. فكل درج يبقى فيه نوعيه من الاساتك، لان احنا عندنا كذا نوع. عندنا نوع صغير، نوع بتاع ضفيره، بنس كده. وخلي احنا الكباشات في المنظمات دي، والاطواق في درج. وانا بحب الحاجه تبقى منظمه عشان لما اجي اطلع تبقى الحاجه قدام عينيا سهله. بنتي بقى ما اقولكوش، الطوق اللي هي بتشيلها من شعرها باجي اقول لها حطيها مكانها، هي بقى بتحط اي حاجه في اي حاجه. يعني ما بترتبهمش كده نفس الترتيبه اللي انا بعملها. فبعد كام يوم بلاقي الدنيا بقى منعكشه، اساتك فوق واساتك تحت، توك هنا لا مش هنا. فانا ابتديت كده ان انا ارتبهم لها كده. ولقيت في توك كانت متوسخه، لان طبعا اوقات في توك بتقع من شعرها في البيت، بلاقيها وانا بكنس، بلاقيها وانا بنظف. اوقات بتلعب بتعمل، ففي توك كده بتتبهدل وبتتوسخ. عايزه اقول لكم دي توك انا شاريها لها جديده عشان العيد، او يعني تبقى عندها، يعني هنلبس منهم للعيد. والكبيره دي انا جايبها لها للعيد، اللي هي البنك دي، عشان الطقم بتاع العيد يبقى ايه، يبقى ايه كل انا بقالي بنتي بقالها 4 سنين بنلبس بنك في العيد. فلميت شويه التوك كده علشان خاطر اغسلهم لها. طبعا هي كانت لسه بنت، اكتشفنا ان هي ما كتبتش واجب الدرس وهي لسه هتروح عند ستها، لقيتنا ما كتبتش واجب الدرس. فقالت لي يا ماما انا هقعد اكتبه قبل ما امشي. فقعدت تكتبه بقى عشان خاطر خلاص هتمشي. احمد كان جه بقى جاب لي ايه الهديه. تفتكروا الهديه دي فيها ايه؟ اكتبوا لي في الكومنتات كده، ما اشوف انتوا بتخمنوا صح ولا لا. وشايفين بقى اللفه، والله العظيم اللفه دخلت قلبي، اللفه دي دخلت قلبي. الورده والشريطه الحمراء دي يا لهوي، قلبي من جوه، قلبي من جوه. انا ما يهمنيش هي فيها ايه، المهم اللفه والذوق والجمال والحلاوه والشقاوه. طبعا اديت الرخامه مسحه في السريع كده. انا اصلا كنت منضفه المطبخ من بالليل، والله ما كنتش سايبه في اي حاجه. بس ما فيش مانع برضو ان احنا عملنا فطار، قطعنا بصل، قطعنا حاجات. فقلت اما اديله مسحه في السريع. وكل الكوبايات دي يعني طبعا محمود ابني كالعاده كان قلب الكوبايه. فقلت اما لان كانوا اتسابوا من بالليل. انا معوده يعني دايما اقول لهم، او مش معوده بقى، انا دايما اقعد اقول يا اولاد ابقوا حطوا ميه في الكوبايات، لان طبعا العصاير الشاي الحاجات دي بتلزق. فدايما اقول لهم حطوا ميه في الكوبايات. فمش عارفه مين اللي كان دخل الصينيه دي بالليل فما حطش فيها ميه. فحسيت ان الكوبايات كده العصير اللازق فيها ده من ساعه ما كانوا عاملين بيتزا امبارح. فحطيت فيهم ميه كده عشان خاطر يبوشهم. وكمان الدورق اللي كان في العصير اللي هو الازاز، والكام حاجه بقى اللي احنا فطرنا بيها. الصينيه دي يعني اللي كان عليها الفطار، كل حاجه هلمها كده، بواقي العيش والحاجه هلمها في اكل الفراخ. وانما الكوبايات هحطها في الحوض، بس مش هغسل حاجه لان انا عايزه الحق امشي علشان ما اتاخرش، لان الولاد عندهم درس. يعني عايزه اروح واجي على طول صد رد كده. في شويه خامات ناقصاني هجيبها بالمره، واروح اشوف موضوع البناطيل ده. لقينا ما لقيناش هنجيب بعضنا ونيجي على طول، علشان بس ما اتاخرش، علشان العيال عندها درس. هلم بقى كل قشر اللب ده في السله. عايزه اقول لكم ما شاء الله في محل جنبنا احنا اكتشفناه، مش اكتشفناه احنا بنجيب منه على طول، بس هو لسه جايب لب قريب بيدينا ب 10 جنيه شويه كتير. كل يوم بقى، كل يوم من ده، كل يوم. والله اللب بتاعه عسل مقرمش ومحمص، ويعني احلى من الفرن. يعني احنا عندنا في البلد في فراء في مقلة، بس ده احلى من المقلة 100 مرة. ظبطت الدنيا، بس طبعا ما غسلتش بقى المواعين، لبست ومشينا على طول. لينا بقى راحت عند امي واحمد اللي جه معايا. ومحمود طبعا شبط قال لي انا عايزه اجي اشمعنى احمد. عايزه اقول لكم اجواء رمضان في شربين تحفه تحفه. طبعا احنا بلدنا ما فيش فيها اي مظاهر لرمضان، يعني ما بتحسوش ان رمضان داخل. بس اول ما نزلت شربين الاجواء تجنن. يعني عايزه اقول لكم انتوا ما تشبعوش من المشي في الشارع ده. في ده شارع طويل كده كله بقى ايه زينه رمضان وميداليات ومخدات، والاسعار جميله والله، وطوبل وفوانيس والزينه يا تحسوا ان انتوا عايزين تشتروا الشارع كله من جمال الحاجه. طبعا يا لينا قايله لي على فانوس، بس بتقول لي يا ماما انا عايزه فانوس على شكل طمطم. فانا ما لقيتش فانوس على شكل طمطم، بس لقيت عروسه على شكل طمطم وبتغني بقى اغاني رمضان وكده. فقلت اما اسالها الاول لو هي عايزاها ابقى اروح مره تانية اجيبها لها. طبعا رحت المحل اللي كان عامل العرض، لقيت البناطيل اتنسفت. عايزه اقول لكم المحل كان زحمه والبناطيل اتنسفت، ما كانش فيه الا اسود، ما كانش فيه الا 4 بناطيل اللي كانوا باقيين كانوا لونهم اسود. بس احمد ابني عنده 2 اسود، يعني عنده 2. فانا قلت له احنا نروح نجيب كمان واحد اسود يبقى عندك 3 اسود. فقلت له لا بلاش. فركبنا توك توك بقى ونزلنا على محل فور كيك. ده المحل يا جماعه اللي انا بشتري منه الخامات، فور كيك، في شارع السلك في شربين جنب سوبر ماركت ابو الاسعاد. لو ركبت اي توك توك هيوصلك. وكمان لقيته عامل شغل رمضان عالي، يعني العصاير محضرها بقى. عايزه اقول لكم عنده عصاير سايبه بالوزن من اول 10 جنيه. والمكسرات بقى التمور، يا لهوي على جمال التمر عنده. التمر عنده اصلا شكله يفتح النفس. والمكسرات بقى اللوز
والفستق والتين بقى والقراصية والمشمشية وشوية حاجات ما اقولكوش تنهاروا. تخش المحل كده اصلا تنهاري. بجد الخروجه دي حسستني ان رمضان خلاص، رمضان دخل يا جماعه. الواحد حس برمضان. ده الطريق بقى اللي احنا بنمشي منه، طريق البحر، عشان خلاص هنروح نركب العربيه وهنروح البلد. انا جبت شويه مشتريات كده رمضان، ان شاء الله هوريها لكم بقى الفيديو الجاي. وجبنا